القحطاني ومحمد الشلهوب سأل محمد الشهراني الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن موضوع الحديث الأستاذ خالد البلطان بالأمس معنا في البرنامج لما تحدث عن ناصر الشمراني وماجد المرشدي، لما ذكر الأستاذ خالد البلطان بأنه أخذ في أو المقابل اللي أخذوه في نادي الشباب بانتقال ناصر الشمراني كان 27 مليون ريال. نشوف رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد. والله شوف، انا ابو الوليد احبه واحترمه واحب الشباب واحترمه، وعلاقتي بابو الوليد علاقه وطيده. ما ابغى ادخل يعني في يعني عموما عقد الشمراني في الهلال دفع مبالغ وفي مستحقات على ناصر للشباب، يعني في امور كان ناصر لازم يدفعها فربما الاخ ابو الوليد جمع المبالغ كلها مع بعض، ولكن المبلغ اللي دفعه الهلال في الشمراني هو 18 مليون. يعني ما ادري كيف حسبها ابو الوليد، اكيد هو يعني ما اشكك في كلامه، بس اكيد حسبها بالاشياء اللي الناصر بالامور الثانيه بالمجمل يعني. ولكن الهلال دفع 18 مليون في المرشدي كان باقي له 6 شهور اصلا، يعني ما كان ممكن انك المرشدي كان لو ما راح للشباب داخل ال6 شهور يعني، فما يعني حتى لو يعني هو حيكون مجاني داخل 6 شهور خلاص يعني. كيف بتبيع لاعب داخل 6 شهور؟ الفارق الوحيد ان احنا تنازلنا عن ال6 شهور هذه. يعني 6 شهور هذه كم كانت بتجي يعني؟ العقد اي لاعب يعني 500,000 مليون مثلا، ما هي بيننا احنا والشباب.